مساء الخير، مساء السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. هي دي الحياة وهي دي الدنيا، رحلة وبتنتهي. آه النهاردة في شخص معاك، بكرة مش معاك. كلنا راكبين قطر وكل واحد بتيجي محطة، اللي هيكمل في قطر تاني أو اللي خلاص وصل لمحافظته أو مكانه أو لمدينته. والقطر هيكمل بركاب تانية، وركاب بتركب وركاب بتنزل. هي دي الدنيا يا جماعة. فأنا بقول لعلي معلول شكرا علي معلول، ألف 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 شكر علي معلول. علي معلول قدم للنادي الأهلي الكتير والكتير والكتير، وعمرنا ما هننسى علي معلول. مفيش حد في الدنيا ممكن ينسى علي معلول. علي معلول أعطى للأهلي الكتير والكتير والكتير. 9 سنين، تقريبا جيل كامل عايش في ذاكرته بس علي معلول. وهو ده جيل علي معلول على فكره، يعني عشان نبقى يعني زي ما كان في جيل تريكا وبركات وكده، في جيل علي معلول، وده جيل علي معلول وعمرو السوليه والشناوي. فهي دي سنه الحياه يا جماعه، لا نزعل ولا نهاجم النادي. هي دي الدنيا يا جماعه. انا عايز اقول لكم حاجه، الزميل وائل امام فكرنا بيها النهارده في تويته كاتبها، ان كانت في اتفاق بين النادي الاهلي وبين علي معلول، ان علي معلول قبل الاصابه انه هيطلع للخليج، فجت الاصابه فتاجل الموضوع. والاهلي جدد معاه ورغم سنه، رغم ان هو كان مصاب، وجدد معاه وده كان بيدفع الفلوس بالدولار وكل حاجه. ولما وصلنا للاخر قال له طب انت موجود تكريم، وما جبناش لعيبه اجانب عشان يستمر معانا لنهايه الموسم، وده اللي حصل. فبلاش نلوم، الاهلي كرم علي معلول كويس جدا، الاهلي وقف مع علي معلول كويس جدا. بلاش يا جماعه يعني نهاجم على الفاضي ارجوكم، يعني مش لازم. يعني خلاص هو رحلة علي معلول انتهت مع النادي الأهلي لحد كده. علي معلول إن شاء الله بإذن الله له مكان في النادي الأهلي وقت ما يحب. عايز يكمل دلوقتي يكمل، عايز يكمل بعد كده يعني يخرج بره، سواء لاعب أو يرتاح شوية ويرجع. كل ده متاح. علي معلول عنده الإدارة وعنده التدريب وعنده قناة النادي الأهلي، كل أبواب النادي الأهلي مفتوحة. وده اللي النادي الأهلي أعلنه إنه هيعمل له حفل تكريم. رأيي الشخصي اللي ما بفرضوش خالص على علي معلول، ما ينفعش يا علي تبقى في كلاس A تنزل لسي ابدا. انت في الاهلي في الطب، انت في نادي في الطب، ما ينفعش ابدا تلعب في نادي تاني اقل من النادي الاهلي جوه مصر. عارفه انك لا هتروح طبعا لا زمالك ولا بيراميدز ولا كده، بس انا بقول ان ما ينفعش. علي معلول يقدر يرجع تونس يكمل او في الخليج، وبعد كده يرجع على النادي الاهلي. غير كده اعتقد هيقلل شويه من اسم علي معلول. علي معلول مكانه اعلى الانديه واكبر الانديه في افريقيا، فما ينفعش تنزل من الاهلي لاي نادي تاني مهما كانت الاغراءات يعني. فاتمنى يا رب التوفيق لعلي معلول، وهيفضل علي معلول في قلوبنا، ويا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا، ويا هنانا يا سعدنا علي معلول رجع لنا. يا جماعه علي معلول جزء من تاريخ النادي الاهلي، لا يمكن هننساه. ويا جماعه اللي عاش وزعل قوي ساعه ابو تريكه ما اعتزل هيقدر يتحمل صدمه اعتزال معلول على فكره. فان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يا علي يا معلول، احنا منتظرينك تاني. وجمهور الاهلي بيحبك قوي، وانت عارف، انت عارف انت متربع في قلوب جماهير النادي الاهلي. انت اكتر لاعب بعد ابو تريكه الجمهور عشقه مش حبه. يعني حاله حب وعشق بينك وبين الجمهور لا يمكن انها تتوصف. يعني ان شاء الله يا معلول ترجع لنا تاني باذن الله ان شاء الله. ويا جماعه يعني احنا عايزين نوقف معاه نعدي بيه الموقف ده، واكيد موقف صعب وشفناه لما بكى. واحنا كمان يا معلول انت بتقول انك انت كنت بتعيط وانت بتكتب البيان، احنا كنا مش عارفين نقرا اصلا البيان من كتر ما كنا بنعيط برضو. بس هي دي سنه الحياه. ناس اجيال بتسلم اجيال، ناس بتمشي وناس بتيجي. فان شاء الله يا معلول باذن الله اللي جاي ليك افضل جدا جدا جدا. وان شاء الله يعني اللي جاي للنادي الاهلي افضل جدا جدا جدا. ويا رب باذن الله تبقى حياه سعيده عليك يا معلول. جماهير النادي الاهلي العظيم في كل مكان، يلا كلنا نقول شكرا علي معلول، شكرا علي معلول.